السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكل أحبابي وأصدقائي ومتابعيني. جاني اتصال دلوقتي يا جماعة من منطقتي، ولكن مكان بيني وبينه حوالي 2 كيلو، مكان اسمه أبيس 17. اتصل بيا دلوقتي يا جماعة وقالوا لي احنا بانيين بيت على أول الأرض بتاعتنا الزراعية، وعاملين في ظهر البيت أعزكم الله حظائر للمواشي، واحنا رايحين نأكل المواشي دلوقتي. اتفاجئنا في المكان اللي احنا حاطين فيه البرسيم والعفش وعزكم الله السباخ اللي مطلعينه من الحظائر، فاجئنا بأفعى كبيرة جدا موجودة عند كوم السباخ الناشف. واول ما شافتنا دخلت في جحر موجود تحت السباخ ده، واحنا دلوقتي واقفين على راسها ومنتظرين. فانا متوجه ليهم في الطريق دلوقتي عشان نشوف ايه اللي موجود عندهم هناك. فدعواتكم معانا ان ربنا يسترها معانا، وتابعوا معانا ان شاء الله. بصوا يا جماعه، ده المكان المفروض ان هي دخلت فيه من هنا، صح؟ زي الفل. حتى عندك الكيس بتاعته عندك هنا. ماشي. في حد فيكم بيعرف يصور؟ الله ما يكونش بس موصل للترعه الناحيه الثانيه. لا ما اعتقدش. الترعه الناحيه الثانيه. والله الجلد بتاعها هنا. انا بقول لك ما اعتقدش اللي هي تبقى عندك، تخش الناحيه الثانيه. ده في تليسه تحت المشمع هنا كمان. بس هي المكان بتاعها اللي عندك يعني. ما هي التليسه. بص التليسه موصله كده وكده. فاحنا عايزين نشيل المشمع ده، نكشف المشمع ده عشان هنفك التليسه دي، لان ممكن يكون ده موصل كله تحت التليسه جوه هنا. خد وارد نلاقوها قريبه هنا ووارد نلاقوها بعيده. طب نشيل المشمع ده من هنا كده؟ نشيل العيال دي من هنا خالص؟ العيال دي انا عايزها تبعد بعيد خالص. عايزك بقى ايه؟ ولا بس كده الكشاف بالجراند ده كده يا محمد. معلش شيل دول كده، اسحب لي دول بالجراند. احنا شفناها انا واسماعيل وابوك على الجلد بتاعها. لسه كنت بتفرج عليك يا حاج احمد. ده ايه؟ ده توب كوبرا، وشكلها كوبرا كبيره كمان مش صغيره. ارجع لورا. كوبرا عافيه والله. يلا بيت. الكوبرا دي تخش لها في حوالي 1.80 متر. بس اقول لك على حاجه. ده مش اللون اللي مالكش دعوه باللون. لا، ما هو اللون بتاع الجلد طبيعي بيبقى فاتح. يا ولد دي اللون الكوبرا نفسها. لا لسه ندور عليه. ابن الحر عليه. هيجي يجرب هنا. ها؟ هو لقى الجلد بتاعها برضه. ارجع ورا انت. هو كده ورا كده. يا الله عايز ما يطلع. لا في بص حكايه التعزيم وان حد يجي يقرا ويعزم الكلام ده كله، والله بياكلوا بيه عيش. ربنا ما اداش الملكه دي لحد. اصحى اصحى. ده على كده الدبش ده مردوم لحد فين كده؟ وهيكون لحد قدام جوه. دي صخره. لا مش صخره دي، ده وبعدين. بص ده بقيه التوب بتاعها اهو. وادي الكوبرا اهي. على فكره وارد يكون في تاني غيرها. بجد؟ والله. صور معايا كويس. طلعوه. ارجع على ورا. اوعى يا بت. خليكم بعيد شويه. تعالى هنا. خلي العيال دي بعيد كلها. ارجع ورا. ارجع ورا. هنشوف. لا اللي موجوده التوب بتاعها اكبر من دي. فغالبا بس الثانيه فيها سمره خالص. ايوه ما انا بقول لك هي غالبا في واحده غير دي. احنا هنكمل شوف. دي طبعا يا جماعه اول حاجه لقيناها هنا، ولكن في هنا اكتر من توب، وفي هنا اكتر من واحده، لان في تواب كتيره موجوده جوه. فاحنا هنلم دي دلوقتي وهنكمل مع بعض ونشوف ايه الموجود هناك. طب ارجعي يلا. ارجعي يلا. ايوه ارجعي. طبعا ممنوع اي حد يا جماعه يقلد اي حاجه من اللي احنا بنعملها دي، يحاول يمسكها او بتاع. تعالى بص كده عشان الانياب بتاعتها. بص هي بيبقى عندها كده انياب زي الابره بتاعت السم بالظبط، زي الابره بتاعت الحقنه اهي. شايف دي عامله ازاي؟ ده الانياب بتاعتها اللي بتحقن منها السم. ودي الناحيه دي كده بتبقى عندها ناب هنا كده اهو.
تمام. دي طولها حوالي دي حوالي متر 75. بس على فكره في واحده غير دي، لان التوب اللي موجود جوه مش بتاع دي، لا في واحده غير دي. فاحنا هنكمل لان غالبا في غيرها. فين الشنطه بتاعتي؟ فين الشنطه بتاعتك فين؟ انا تعالى روح امشي. خليك شغال زي ما انت برضه. بسم الله. محدش يقرب لي الشنطه دي خالص بالله عليكم. كده ابتدت تحس ان هي اتمسكت. خلاص بقى. اتفرج رحيل. يلا رجلك يا عيو. يلا روح امسك بس يا بنت. كده بقى تحطها كده تعمل نفسها ميته كده، هي عامله نفسها ميته. ليه بقى؟ عشان تسيبها انت من هنا وتيجي هي خلعانه من هنا. اهي كده عامله نفسها ميته. اهي تيجي تلبسها هي عامله نفسها ميته. اول ما تيجي قلبها كده تاخد بعضها وايه وتشرع زي ما انت شايفها كده. العكس شرمها. تعالى انت عايز تمسكها؟